ايه رأيكم يا حبايبي في طبق الكشري المصري ده؟ يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنطبقه ازاي. ودلوقتي يا حبايبي اهو جبت بصلايه كبيره قطعتها جوليان وارش عليها رشه ملح كده، وبعد كده معلقتين دقيق او معلقتين نشا وتبدريها كده، وطبعا بتبقى مقطعه جوليان. وبعد كده نروح ايه على الزيت عشان نقليه. ودلوقتي حله ونحط فيها زيت بس كميه كبيره شويه، ليه؟ لان هستخدمها في كل وصفات الخاصه بالكشري. دلوقتي الزيت سخن، هنزل البصل كده وما اقلبوش، اسيبه كده 5 دقايق وبعد كده ابتدي اقلب فيه. وده الحمص بتاع كوبايه حمص، حطيتها في الميه، غمرتها بالميه السخنه، وبعد كده فصين توم مدقوقين ومرقه ماجي وسايباها بتتسلق. ودلوقتي نجيب حله او حاجه غويطه ونحط فيها كوبايه من العدس بجبه، ونحط عليها ميه بتغلي، نغمرها كده في ميه بتغلي واغطيها واسيبها نص ساعه، وبعد كده نكمل بقيه الخطوات. ودلوقتي يا حبايبي اهو البصل الاحمر هرفعه كده ونزله في الطبق. نقصت الزيت وسبت حبه البصل اللي قلت لكم. هجيب بتاع كوبايه شعريه وانزلها، وطبعا في الوقت ده انا موطيه على النار. موطيه على النار ايه؟ الشعريه او اي مكرونات قلت لكم بنحمرها على نار هاديه جدا، بحيث انها كلها تتحمر في نفس الوقت، ميبقاش واحده واحده يعني. في حله تانية اللي هعمل فيها الصلصه بتاعت الكشري، نزلت فيها شويه زيت من اللي كنت محمره فيهم البصل، وهنزل معلقه ثوم كبيره كده، طبعا ما تحرقش الثوم، ريحته تطلع كده. وهنزل عليه معلقه صغيره كزبره ناشفه تدي ريحه جميله، واقلب كده يا دوبك تصفر. انزل عليها بمعلقتين صلصه اهي تبتدي تبقى لونها ذهبي كده، انزل عليها بربع فنجان خل، وبعد كده اروح منزله معلقتين صلصه حلوين كده، وابتدي اشوحها وسطيهم. هنزل عليهم معلقه سكر صغيره كده عشان تعادل الحموضه، وبعد كده انزل بنص كيلو طماطم معصوره ومتصفيه، وابتدي بقى اجيب التوابل بتاعتي. هحط نص معلقه فلفل اسمر، وهحط معلقه بابريكا تديها لون حلو، واحط وده اساسي فيها وبيديها طعم جميل الكمون، معلقه كمون صغيره، واقلب كده كويس واسيبها بقى اول ما تغلي اوطي عليها. ودلوقتي الشعريه خدت اللون الذهبي الجميل ده، اروح نازله عليها بكوبايتين رز، يبقى دي كوبايه شعريه حمرتها، كوبايتين رز مغسول ومتصفي وناشف كويس. طبعا انت تقدري تضاعفي المقدار لو العيله كبيره، ده يا دوبك يقضي 3-4 افراد. واقعد اشوح فيه كده الرز لغايه ما ايه يفلفل زي ما بيقولوا، والزيت يغلفه كويس كده. بعد ما الرز شوحته شويه حلوين، اروح جايبه العدس ومصفياه اللي انا حطيته في ميه بتغلي، وانزله عليه كده واقلب. وهنا احط نص معلقه كمون على الرز، ونص كزبره ناشفه، ومعلقه ملح، ومعلقه ملح، خليها معلقه ونص كده. تومه من اللي انا دقاها احط بتاع فصين برضو في قلب الكشري، واقلب بقى كده كويس. بعد ما شوحت العدس مع الرز مع الحاجه، هجيب مقدار كوبايه مكرونه مرمريه او اصغر من كده حسب رغبتك، واروح منزلاها عليها كده ومقلبه كويس برضو،
اديها تشويحه كده. ودلوقتي اروح نازله بقى بمقدار ميه من الكاتل، تكون ميه بتغلي كده بحيث تغطي المكرونه والحاجات دي لانها تستوي في قلب الميه بمقدار نص عقله. وبعد ما غطيتها بنص عقل كده هجيب المكرونه اللي في باكيتي مقدار سحفنا بايدي كده، وبروح عاملاها كده في الميه من على الوش والعكس كده، واروح مغطيه الحله بقى واسيبها ايه مع البخار مع حاجتها. هي دلوقتي طبعا بتغلي، هوطي عليها واسيبها تستوي، والمكرونه هتستوي في البخار ده. ونجيب مقدار من الزيت برضو اللي كنا قايلين فيه البصل ونحطه في حاجه كده غويطه، ونحط عليه معلقه من الثوم المهروس ده عشان نعمل الشطه الزيت. يا دوبك ريحتها كده تطلع. ديت هريسه شطه هنزل عليها معلقه كبيره كده، ومعلقه كبيره من الشطه حاميه، ومعلقه كبيره من البابريكا تدي لون حلو. دي الصلصه بتاعتي اتسبكت ولونها احمر وجميل اهي. هجيب منها كبشتين كده على الشطه الزيت، وبكده يبقى الشطه الزيت بتاعتي خلاص زي الفل خلصت. اديكوا شايفين شبه بتاعت المحلات بالظبط. وطبعا دي تبع الرغبه، اللي بيحب ياكل منها يحب، وطبعا يبعد عن الاطفال في الموضوع ده. ودلوقتي اهو حبايبي الرز اتعمل والمكرونه استوت والحاجه مفلفله ما شاء الله. نطفي عليه بقى ونغرف. ودلوقتي حبايبي هنيجي نعمل الدقه دي. هنجيب كام فص توم كده مدقوقين، ونروح منزلين عليهم ميه من الكاتل دافيه كده. احنا بنعملها على البارد. وهنجيب عصير ليمونتين كبار وننزلهم، وربع فنجان خل برضو ننزله كده، وروح منزلين عليهم ربع معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه كمون، وربع معلقه شطه، وكله على البارد كده. ونروح مدوبينها كويس. الملح، ونروح ضايفين معلقه صغيره ملح ظبط لنا الحدق حلو. ونقلب كده كويس، وكده تبقى الدقه بتاعتي خلصت وجاهزه في منتهى الجمال. ودلوقتي احنا غرفنا طبعا الكشري مفلفل وجميل اهو. وحمرت جنبه عيش شامي، تقطعيه مكعبات بالمقص كده تحمريه في الزيت بيطلع حلو زي محلات الكشري. بعد كده هجيب الحمص اللي احنا وريته لكم سلقناه في اول الحلقه واحطه كده، والبصل بتاعنا مقرمش وحلو اهو احط شويه على الوش. الصلصه بتاعتنا الجاهزه افضي كده على الوش شويه. طبعا تطبقوه في منتهى الجمال والسهوله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.